دخل على مالك بن دينار يوما لص، ومالك يصلي قيام الليل، فدخل اللص من النافذة ومالك يصلي، ومن جرأة اللص من جرأته وأمانه أن بحث في البيت ومالك يصلي. وربما تقول ظهر الخشوع على مالك فعلم الرجل أن مثل هذا لا يترك مناجاة الله لشيء من الدنيا أبدا. ده حدث، أخذ يبحث في البيت، فلما لم يجد شيئا يرد البصر الرجل ليس عنده شيء زاد، فعمد إلى النافذة مرة أخرى وأراد أن يخرج منها، وهو اللص كده يدخل غلط ويخرج غلط. لما أراد أن يصعد إلى النافذة كان مالك قد انتهى من صلاته، فالتفت ليشوف اللص بقى مسجل خطأ، قاسي القلب غليظ الفؤاد غليظ الكبد، لكن الصدق يعمل في هؤلاء عمل المدهر. التفت مالك إليه وقال يا هذا على رسلك، فنزل الرجل، مش جري، نزل. فقال له مالك إني لأستحيي من الله عز وجل أن تدخل بيتي تريد شيئا وتخرج صفر اليمين، يعني عايز أدي لك حاجة، اذهب فتوضأ وصلي. فذهب الرجل فتوضأ وأحيا الليل مع مالك. فلما أصبح تأبطه مالك، خذ تحت باطه كده، فنظر الناس وهم يدلفون إلى صلاة الفجر فقالوا من الذي جمع مالك العابد على فلان الشاطر اللص؟ فقال مالك مبتسما جاء ليسرقني فسرقت. فتأمل